حصل معاك قبل كده انك كل ما تصلح عربيتك ترجع نفس المشكلة تاني؟ عايز اقولك هنا ان المشكلة مش في قطعة الغيار اللي انت غيرتها. كتير من الناس بتفتكر لما بتروح تصلح العربية وتمشي ان خلاص كده الموضوع خلص وان المشكلة اتحلت تماما، لكن في الحقيقة احيانا هي بتكون ما اتحلتش اصلا. بتكون كأنك مجرد اديت مسكن للمشكلة وبترجع تاني على طول. في الفيديو ده هشرح لك ليه نفس المشكلة بترجع تاني، وازاي تتجنب ان انت تضيع فلوس او وقت على نفس المشكلة كل شوية. هقولك على 5 اسباب غالبا بيكون واحد منهم هو اللي حاصل معاك. اول سبب ان بيحصل تشخيص خاطئ للمشكلة اللي حاصلة في العربية، فبالتالي الحل اللي بيتم بيكون غلط، والقطعة اللي بتتغير بتكون مش القطعة المطلوب تغييرها. زي مثلا ان انت تروح مكان وتكون الشكوى بتاعتك ان السيارة ما بتدورش او ان البطارية ضعيفة، فبيحصل هنا تشخيص خاطئ وتتغير البطارية مرة واحدة. ده ابسط مثال يعني. وتتغير البطارية مرة واحدة، وأصلا المشكلة مش من البطارية، المشكلة ممكن تكون حاجة في ضفيرة الكهرباء، ممكن تكون حاجة في الدينامو أو الالترنيتور، ممكن كذا حاجة تانية خالص. وبعد فترة طبعا انت غيرت البطارية، بعد فترة قليلة جدا بتلاقي نفس المشكلة رجعت تاني. فهنا لو محددناش السبب الحقيقي للمشكلة عمرها ما تتحل، مهما غيرنا من قطع أو مهما عملنا أي حاجة. تاني سبب إن احنا بنصلح النتيجة، ما بنصلحش السبب. يعني بنصلح العرض اللي ظاهر وبنصلحش اللي سببه اصلا. يعني مثلا قطعة غيار تتغير بس ما بنبصش ايه اللي بوظها، ما قطعة الغيار دي باظت لسبب، فلازم نعالج السبب عشان القطعة الجديدة ما يحصلهاش هي كمان نفس العطل ونرجع ندفع فلوس على نفس القطعة تاني وتالت وهكذا. تالت سبب ان انت او المكان تستخدموا قطعة غيار جودتها قليلة جدا، مش أصلية، تجارية. وحتى القطع الغير التجارية في منها درجات، فإن ممكن مكان يروح لأرخص قطعة أو أنت كمان تروح لأرخص قطعة. فدلوقتي أنا وفرت في اللحظة دي، بس مع الوقت هضطر أغير نفس القطعة دي تاني. فلما أجي أجمع كل اللي دفعته على القطعة دي هلاقيه أكتر من إن أنا كنت أجيب من الأول القطعة الأصلية وأريح دماغي. اختيار جودة قطعة الغيار جزء مهم جدا من الإصلاح، لأنه بيوفر علينا كتير جدا. رابع سبب إن الإصلاح نفسه يكون غير مكتمل، بمعنى ان المشكلة حاصلة في كذا قطعة او بسبب كذا قطعة، فيتم تغيير قطعة واحدة او اتنين وما يتغيرش الباقي. ففي البداية يبان ان المشكلة اتحلت، مجرد ما نمشي بالعربية شوية مشكلة ترجع تاني ونعيد كل ده تاني من الأول، لأن في بعض الحالات العطل أو المشكلة بتكون بسبب كذا قطعة. خامس سبب، وده مشكلة فينا احنا بقى كملاك سيارات، ان احنا طريقة السواقة بتاعتنا او طريقة استخدامنا او طريقة العناية بتاعتنا بالسيارة بيكون فيها يعني تقصير من ناحيتنا. فانا لو طريقة استخدامي سببت مشكلة في العربية ورحت وصلحتها، بعد ما اتصلحت لو استخدمت العربية بنفس الطريقة اللي سببت المشكلة دي في الأول، أكيد المشكلة هترجع تاني. وساعتها هنا العيب مش هيكون من الجراج أو من المكان اللي أنا صلحت منه العربية، للأسف هيكون مني أنا اللي بستخدم السيارة بطريقة بتسبب المشكلة دي إن هي تحصل. زي أمثلة كتير، زي مثلا إن أنا دايما بخلي السيارة لمبة البترول تنور ومحطش بترول كتير فأثر على الفيول بامب أو لمبة البنزين. زي ان انا طريقة استخدامي للفرامل او طريقة استخدامي للسيارة ما بهديش في المطبات والحفر وهكذا، فبأثر على اجزاء في السسبنشن. مهما صلحت لو رجعت على نفس الاسلوب ده هبوظ نفس الحاجات دي تاني وممكن اكتر كمان. طيب انا مطلوب مني ايه عشان اتجنب ان المشكلة ترجع تاني في السيارة؟ بغض النظر عن الاسباب دي كلها، انا مطلوب مني اعمل ايه؟ مطلوب مني من الاول لما اودي السيارة اتاكد ان في تشخيص واضح للمشكلة، واتاكد ان هم فاهمين هم بيعملوا ايه وان هم فعلا وصلوا للمشكله بجد. لازم اسال عن السبب اللي خلى المشكله دي تحصل، مسالش بس عن الحل، لازم كمان اعرف السبب. لازم اختار قطعه الغيار المناسبه، مختارش اي قطعه غيار عشان اوفر فلوس وخلاص. وزي ما قلنا لازم طريقه استعمالي للسياره ابقى واخد بالي منها، سواء الاستعمال، العنايه، الصيانه، الحاجات دي كلها. وكل ما نفهم السبب الحقيقي ورا اي مشكله بتحصل في السياره، ده هيوفر علينا كتير جدا في الفلوس وفي الوقت. وتكرار نفس المشكلة كل مرة ده أكيد مش صدفة، أكيد في حاجة سواء إحنا أو الجراج نفسه بيعملها غلط. واكتبولي تحت برضو إن حصل معاكم موقف زي ده قبل كده ولا لأ، ولو حصل كانت إيه هي المشكلة، وليه كانت كل مرة بترجع، وفي الآخر اضطريت تعمل إيه عشان تحلها. أنا مؤمن أحمد، وما تنسوش تشتركوا معنا في القناة عشان في كل فيديو هنتكلم عن حاجات أكتر وأكتر من جوه عالم السيارات. أشوفكم في الفيديو اللي جاي. شكرا.